آخر وتوجيهات أخرى لأجل يوبيل ثاني، ننتظر يوبيل آخر. رغيت. لا لا أصلا. مصورين أنا ناتي وتامن قبل إيه إيمودي كما سيدا بعد التصوير يلا أسير بالعكس يا أخواني توصل من هذا. نعم صليب القامة
وانا مستحيل عارفين يا رب ما تجوش بس كده تمام صوت تمام لانه شوف شطور كيف لا ده هذا يلا سيدنا لمجد الثالوث الأقدس والأمامي. لأنه قد ولد لنا ولد فصارت الرئاسة على كتفه إلهنا الذي انتظرناه وفانا وهو يخلصنا. الرب الذي انتظرناه قد أتانا فلنبتهج ولنفرح بخلاصه. هلموا نستقي المياه من ينابيع الخلاص. أعترف للرب أدعو باسمه أخبر في الشعوب بأعماله أشيد له فقد أتى عظائم. رنمي يا سما السماوات رنمي بيت فعيل بيتك عيلت وقدم بمدينك سغدت ملكوش ما يونو حاسولي كل دحطي ثلوخ
توبون حاطئ مغمور ودون حثنو عامتع مغنون شبحول أبو الأبرو والروح قديشهم وعمين محيلة وحاطئ رحمة وحنون اشتفعون بتريهم علم العالم أشولا مريو آلوهات خاثر سيسين لباوثان واتخن من ترتبشتو نيعو اللقدوش قدشين ديلو خروما ومعليو دخيو إيثو زهيو إيثو قاديشو إيث نقوم اغضم دبحو ديلو قاديشو وانقارب لغ دبحم ليلي وروحانا يبهيمانو تدشرورو اوشو وبخل بان والعالم علمين إخوتنا وأحبائنا صلوا لأجلنا. شبح زادي قلم ريو على عطر دب سماء نواد خرانا لبث لتا مريم
شبحال والأبر والروح قديش على عطران بسماء نواد خرانا ملفان وخهنا خين وزادقا قابل مربح نونخ البرمود عبديك وثراع بعطرة كونيك وتنيح تشمش تصاغ ذيك وعبد بيد أخران طوب اليول التقوى القديشيك وأنيح العاني ذم هيمني دشخب على السبرو برمشي حد ميسد غيث ومشتابة عما أبويا وروحي قديشو وشوف خلزبان والعالم علمي سغثتو لابو حنون سغثتو لابرم رحمون سغثتو روح قديشو محيون مريم ديلثتوخ يوحان دعم ذو إن لهم في سنح لوفين وثراحة مالا قرية ليسون قرية ليسون قرية ليسون موران ثراحة مالين موران حسو راحم علين موران عنين وراحم علين شبحوا الأخمران شبحوا الأخمران شبحوا الأخ سبران العالم أبون بشمايو نثقى داش شموخ ملكم ثور نهوي صبيانو هي كانوا بشمايو برع هبلان لحمو سنقونا اليومون واجبق لان حوبين وحطو هي كانوا دوف احنان جبقنا الحي وبي
بصلوث مودي لفتح وادخل قديشا كرام مرملكو إحيذو يبرو ملتدا بشمايونو أودي ثو بخيوني لما شبح المورد أنبية وأحلى رحمة والعالمين. الشعب السائر في الظلمة أبصر نوراً عظيماً، والمقيمون في بقعة الظلام أشرق عليهم النور. كثرت له الأمة ووفرت له الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كابتهاج الذين يتقاسمون الغنيمة، لأن نير ثقلها وعصا كتفها وقضيب مسخرها قد كسرتها كما في يوم مدين، إذ كل حذاء يحدث جلبة، وكل ثوب متلطخ بالدماء يسيران للحرق ووقودا للنار، لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على كتفه، ودعي اسمه عجيباً مشيراً، إلهاً جباراً أبا الأبد، رئيس السلام. لنمو الرئاسة
ولسلام لا انقضاء له على عرش داود ومملكته، ليقرها ويوطدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب القوات تصنع هذا بارخ مور. رسالة إلى العبرانيين بارك مور. شبح المرد شليحة وعليه الرحمة والعلمين. يا إخوتي، كرم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كرمنا بابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في الأعالي، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوماً أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وقال أيضاً سأكون له أباً ويكون له ابناً. وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضاً لتسجد له كل ملائكة الله. وفي الملائكة قال الله جعل من ملائكته رياحاً ومن خدمه لهيب نار. أما في الابن فقال عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان منكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت بهجة دون رفاقك. وقال أيضاً أنت يا رب أسست الأرض في البدء وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبنى، تطويها طي رداء فتتغير، وأنت لا تنتهي أيامك. ومن من الملائكة قال الله أيضاً اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئاً لقدميك. أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص. بارك مور. بارك مور
اليوم شابر عمش اليوم لحلت نقفوثم صوت نشبع لزبرثا ملح يوثو لونجليون قادشون موران يشوم شي حد ما ثقر علين أشوال شلوم الكلخون إيوانجليون قادي شد مورن يشوم شيحوم كاروزو ثمحيونيثو من يوحانو نشليحو مخرز حاية وفرقا أنا العلمو زبنا خيل مولود موران والوهان وفرق ديلان يشام شيحو ملثت حيا لودت باسل ممثلتا قادشتا مريم هولندين هو خان هواين برخمور في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله كان هذا في البدء لدى الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان به كانت الحياة والحياة هي نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان أرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الجميع على يديه لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان هو نور الحق الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم في العالم كان والعالم به كان والعالم لم يعرفه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله الذين يؤمنون باسمه وهم ليسوا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا والكلمة صار جسدا وسكن بيننا ورأينا مجده مجد الوحيد من الآب
المملوء نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصاح وقال: هذا هو الذي قلت فيه، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، لأنه أقدم مني. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة بدل نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح كان شينو بارخمو. والأمن والسلام لجميعكم. لن تغلق الأبواب، لن تقفل السماء، فبيننا رجاء ولقاء. لن ينتهي العذاب أو يسكت الغناء، فبيننا حياة وبقاء. وإذ أتى موكب العريس وقال: هيا أنت لي وأنا لك. وإذ مضى نمضي إليه، يكفينا حبه، يكفينا صوته، فهو الحياة وهو لنا. لن يسكت النشيد، وعلى الأرض السلام، فبيننا دروب ووئام. لن تعلو الحدود أو يخفت الرجاء، فبيننا حقول ووئام. وإذ أتى طفل في مغارة، وحل نور في دجى أرض الشقاء. وإذ بدا للكون بشارة، يكفينا حبه، يكفينا صوته، فهو الحياة وهو لنا، فهو الحياة وهو لنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبائي الكهنة الأعزاء، إخوتي الشمامسة الإنجيليين، إخوتي الشمامسة، الرهبان الراهبات، ضيوفنا الكرام من القوات الأمنية، أهلا وسهلا بكم أحبائنا المؤمنين. اليوم كي نحتفل بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح، وهذا الحدث التاريخي اللي حدث قبل 2000 سنة ما كان مجرد حدث عابر،
حاله حال بقية الأحداث اللي صارت أو اللي تصير في حياة الإنسان. لكن هذا الحدث ميلاد ربنا يسوع المسيح وتجسده في الجسد، هذا هو الوفاء والعهد اللي قطعه الله مع آدم وحواء يوم اخطئا. قال لهم الله: سيأتي لكم مخلص، سيخلصكم من هذه الخطيئة، سيخلصكم من أعمال الشر ومن أعمال الانتقام اللي أنتم تقومون بها. ومشوا وبدأوا مسيرة في هذه الأرض، ينمو ويكثروا وينتظرون يوم الخلاص. وها هو هذا اليوم قد تحقق في مدينة صغيرة، في بيت يقال له مغارة صغيرة، تحقق عهد الرب في زمن الميلاد. نحن في هذا العيد لدينا الكثير من الرسائل اللي ناخذها لنا كرسالة إيمانية وكرسالة خلاصية أيضاً لحياتنا. أولاً، إن وعود الله تتحقق عاجلاً أم آجلاً. مهما طال الزمن لا بد أن تتحقق وعود الله، فإلهنا إله صادق، إله الحق، لا يعطي لنا وعوداً لا تتحقق. مهما طال الزمن لا بد لهذه العهود أن تتحقق. قطع عهداً مع آدم وحواء وطال الزمان به، ولكن في النهاية تحقق هذا العهد. فإذا بالبداية أخوتي الأحباء لازم نكون عندنا ثقة تامة بإلهنا، أنه هو إله يستحق الثقة، أنه إله يقول ويفعل، يوعد ويوفي، لا يهم الزمن ولكن يهم بأن هذا العهد قد تحقق. والعهد الذي قطعه مع أبينا آدم وأمنا حواء قد تحقق في ربنا يسوع المسيح، وها هو المخلص يولد بيننا. رسالة مهمة جدا ناخذها لحياتنا، وهي أنه مع الله هناك الصبر، مع الله هناك الثقة، مع الله هناك الخلاص. اليوم أخوتي الأحباء راح نضيف على هذه الرسالة الأولى 3 رسائل أخرى نأخذها من النص الإنجيلي اللي نسمعه في وقت الشعلة، حيث يتكلم عن 3 أمور مهمة، اللي هي المغارة، واللي هي الرعاة، واللي هي الملائكة اللي يقول عنهم إنهم جنود سماويون. نتكلم عن المغارة. كلنا نعرف بأن ربنا ولد في مغارة بسيطة، في مغارة في بيت لحم، حتى ما ولد في بيت أبسط البيوت، لا بل ولد في مغارة اللي هي أقل من كل هذه البيوت. ما ولد في قصر ولا ولد في مملكة قوية، لكن ولد في مغارة بسيطة. يا ترى ما هي الرسالة اللي كيقدمها لنا ربنا بميلاده البسيط هذا؟ أكيداً الأول هو التواضع، ولكن ما هناك أبعد من التواضع، حيث إن هذه المغارة تمثل جسد الإنسان، لأن المغارة هي مصنوعة من طين والإنسان مخلوق من طين، فهي تمثل الحياة الجسدية للإنسان، وهي تمثل أجسادنا. وها هو اليوم ربنا يقول لنا: ما أهتم بالمظاهر اللي أنتم عندكم إياها، ما أهتم بمظاهر الجسد، سواء كان الجسد قوي أو ضعيف، سواء كان صحيحاً أو مريضاً،
ما أهتم بالجسد سواء كان جميلا أو أقل جمالا، المهم أن يكون هذا الجسد مستعدا لاستقبال الرب. هذا الجسد أن يكون خاليا من الخطيئة، خاليا من الحقد والكراهية وبغض الإنسان، لا يهتم سواء كان هذا الجسد غنيا أو فقيرا. ما يهتم به ربنا هو أن نكون على استعداد تام باستقباله. لهذا أخوتي الأحباء، اليوم نحن أمام رسالة إيمانية قوية لحياتنا، شلون نحن ننظف أجسادنا، شلون نحن تكون حياتنا الجسدية المادية أن ما تكون متعلقة بشهوات هذا العالم. ما ولد ربنا في قصور اللي كانت ربما مبنية بالباطل، ربما ما كان صاحبها صاحب حق، فهذا الجسد أصبح جسداً خاطئاً، ولم يولد في ممالك وفي قلاع. عسى ولعل أن تكون هذه القلاع خائفة مرتعدة، فهو الرب لا يريد الخطيئة ولا يريد أيضاً قلوباً خائفة. لهذا ولد في مغارة بسيطة خالية من كل الخطايا، خالية من كل الشوائب، قادرة هذه المغارة البسيطة على استقبال ربنا يسوع المسيح فيها. فاليوم أخوتي الأحباء، علينا أيضاً أن نحصن أجسادنا مما يدخل إليها من سمع، من ماكل، من مشرب، من كل هذه الأمور. حذاري أن نكون نحذر من أجسادنا قصوراً أو قلاعاً، فإن الرب يرفضها. ربنا يريد جسداً بسيطاً مؤمناً تقياً خالياً من كل الخطايا. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة اللي يعطيها لنا ربنا واللي هي الرعاة. وصفة الراعي أحبائي هي صفة غير محمودة، فإن الراعي يترك البيت ويترك العائلة ويعتزل في البراري ليحمي قطيعه، ليحمي رعيته، ليحمي ما أوكل إليه من مهمة. وبإمكاننا أخوتي الأحباء أن نشبه الراعي أو الرعاة، أن نشبههم بحياتنا الروحية. فإذا بعد ما كانت المغارة تمثل حياتنا الجسدية، ها نحن اليوم أمام الرعاة اللي تمثل حياتنا الروحية. عبارة جميلة يقولها لنا الإنجيلي لوقا، ويقول بأن الرعاة كانوا يسهرون، كانوا ساهرين على قطيعهم، يقظين، أمامهم شعلة من النار. فاليوم أحبائي، هل نحن نسهر على حياتنا الروحية؟ هل نحن اليوم يقظين مثلما كان الرعاة يقظين على رعيتهم؟ هل اليوم الآباء يسهرون على عوائلهم؟ هل الأب اليوم يسهر على أبنائه وبناته؟ هل يحافظ عليهم؟ هل يرعاهم؟ هل الأب هو مستعد أن يتخلى عن العالم مثلما كان الرعاة في زمن ربنا؟ تخلوا عن العالم واعتزلوا في البراري من أجل أن يحموا قطيعهم. هل اليوم الآباء مستعدين أيضاً
أن يبتعدوا عن شهوات هذا العالم ونزواته ويحافظوا على عوائلهم، على أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وكل شيء؟ أم اليوم أصبحنا رعاة غير حقيقيين؟ فميلاد ربنا يسوع المسيح أحبائي هو يقظة الضمير، هو صحوة لحياتنا الجسدية وحياتنا الروحية. فأيها الآباء استيقظوا وكونوا سهرانين على أولادكم وبناتكم، اسهروا على عوائلكم، فإن الرب قد ائتمنكم على كنز عظيم ألا وهو العائلة. من عشق الله للعائلة، وكلمة عشق ربما لا تليق بالذات الإلهية، ولكن بمحبة الله وتقديره للعائلة ولد في عائلة من مريم ويوسف، دخل إلى صلب عوائلنا ليقول لنا أنتم اليوم أمام كنز عظيم الذي هو العائلة، الأسرة، الحياة الروحية اللي تمثلها الأسرة. لهذا يجب أن ندافع عنها، يجب أن نحميها، يجب أن نكون أيضا مثل الرعاة يبيتون في البراري، نعم، ولكن سهرانين. تخلوا عن شهوات هذا العالم ونزواته ورغباته من أجل قطيعهم، من أجل رعيتهم. فأيها الآباء والأمهات، واجب عليكم أيضا أن تتخلون عن شهواتكم ورغباتكم وأن تهتموا بأولادكم. لا تفتخر أيها الأب بأنك تقدم لأولادك المعيشة الجسدية، فأولادك يحتاجون إلى أخلاق أيضاً، يحتاجون إلى حضورك الأبوي. وكم من أب اليوم غائب عن عائلته، وكم من أم ماتت وهي لا تزال بين أولادها، فقدت الأمومة وفقد الأب دوره الحقيقي. فاليوم أحبائي الحياة الروحية تنازع، ووجب علينا اليوم مع عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح مخلصنا أن نعود وتدب فينا الحياة مرة أخرى من جديد، لكي نعيش حياة روحية تليق بربنا يسوع المسيح. الرسالة الرابعة يقول في أيضا الإنجيلي لوقا: وإن الله أرسل جنوده السماويون. وكلنا نعلم بأن الله الكلي القدرة الذي له سلطان على الكون أجمعه يرسل جنوده السماويون. عبارة الجنود تخوفنا، وبالأخص نحن العراقيين اللي قضيناها أقله 50-60 سنة بالمعارك، وكل ما نسمع بالجنود يتحركون الله يستر، معناها اكو معركة، معناها اكو قتال، معناها اكو دم. ولكن الله هنا يغير لنا مفهوم القوة، فأرسل جنودا سماويون ليعلنون السلام، ليعلنون الحقيقة، ليعلنون ويتهللون ويقولون المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء صالح في بني البشر. هذا ما نحتاجه اليوم أحبائي ممن يمتلك القوة، وليس فقط القوة العسكرية، ولكن أيضاً
من يمتلك القوة المالية، القوة بالذكاء، بالعلم، بالثقافة، بكل شيء. كل من له سلطة اليوم. في عيد الميلاد يعلمنا الرب كيف نتعامل مع السلطة، كيف نتعامل مع القوة. فإن الله لم يرسل جنوده ليفتكوا بالبشر، بل ليعلنوا السلام، ليعلنوا الحقيقة، ليعلنوا رجاء صالحا لكل المعمورة. ولهذا اليوم أحبائي يجب أن نقف كلنا وقفة واحدة ونعلن بأن الله هو راعي السلام وحده فقط. لا يوجد في هذه الأرض ممن يمتلك السلطة يحق لنا أن ندعوه إنه رجل سلام. فقط الله وحده هو السلام الحقيقي، هو الذي يرسل جنوده لإعلان الحقيقة ولإعلان السلام. أي قائد اليوم، أي رئيس اليوم يمتلك قوة ولا يرسلها للاعتداء على أخيه الإنسان؟ ولا أقصد العسكرية فقط. كل إنسان يرتفع قليلاً يبدأ بظلم ويبدأ بقسوة على أخيه الإنسان. كل إنسان له سلطة اليوم يحاول أن يستخدمها من أجل أن يهين أخوه الإنسان، أن يفتك به ويأخذ كل ما يملك له. وهذا ما نشهده وما شهدناه. فاليوم أحبائي نحن أمام رسالة سماوية، كل منا مسؤول عن نفسه، وكل منا أيضا مسؤول عن السلطة التي أعطيت له. فأنت يا صاحب العائلة لديك سلطة على أولادك، وأنت أيها المعلم لديك سلطة على تلاميذك، وأنت أيها الطبيب لديك سلطة على مرضاك. وقيسوها بهذه الطريقة. فكل يجب أن يعلن السلام من موقعه، أن يعلن السلام من القوة التي أعطاها الله له مهما كانت هذه القوة. فهل اليوم نجد في عالمنا من يشابه عمل الله يرسل جنوده للسلام؟ سؤال صعب جدا. ولهذا اليوم أحبائي نحن أمام الحقيقة أنه إلهنا هو إله الحق، إله المحبة، إله الخير، إله السلام، الإله الذي يرسل جنوده ليمجدوا الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في السماء، ويعلن للأرض الرجاء الصالح والسلام والأمان والاستقرار. فإذا أحبائي بعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح مع هذه الرسائل الأربعة: أولاً الثقة بإلهنا مهما طال الزمن، فوعود إلهنا سوف تتحقق. الشيء الثاني يدعونا اليوم عيد الميلاد أن ننقي أجسادنا من دنس الخطيئة ونبتعد عن شهوات هذا العالم وملذاته. الشيء الثالث يدعونا عيد الميلاد، يدعونا ميلاد ربنا يسوع المسيح إلى أن ننقي أرواحنا بالصلاة وبالتقرب وبالحفاظ على إيماننا الحقيقي. وآخراً يدعونا زمن الميلاد أن نسخر كل قوتنا وكل طاقاتنا، أن نسخرها من أجل الأمان والسلام والاستقرار، من أجل حماية أخينا الإنسان. هذه هي رسائل يوجهها لنا ميلاد ربنا يسوع المسيح، ونحن اليوم بأمس الحاجة لها. لذا أحبائي ثقوا بالرب، فهو ينجينا وسوف ينجينا دائما.
لأنه يرسل جنوده لإعلان السلام والمحبة. فلننتبه أحبائي أيضا لأجسادنا، لحياتنا الجسدية، ونبعد عنها كل الشوائب الضارة بالخطيئة، وأيضا ننقي أرواحنا بالصلاة وبالتقرب من الله. هذا هو عيد الميلاد وبركة الرب معكم إلى الأبد، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ستومن قالوس قريلايسون. فلنقبل من الله غفران الذنوب والصفح عن الخطايا إلى أبد الآبدين. قديش أبو قديشو، قديش برو قديشو، قديش روحو حيو قديشو. آمين. بارخ مور نقوم شافير بصلوث أبون ميقرون يعني ونيمار. لنعلن إيماننا نؤمن بإله واحد، الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، إنسان من أهل الجوع، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد العصر الكفر، تألم الرماد ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن، يوجد له ويمجد النار والأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم الحكيم. آمين. إخوتنا وأحباءنا صلوا لأجلنا. أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا، خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق، اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين أحبائنا. راح نقدم الذبيحة الإلهية على نياتكم جميعا أنتم الحاضرين، على نيات أمواتكم وعلى نيات مرضاكم وعلى كل النوايا الموجودة في قلوبكم. أكيدا أنتم كي تجون للكنيسة كان كل واحد في باله أمنية، كل واحد في باله طلبة، كل واحد في باله شيء يريد من ربنا أن يحققه له. فاليوم نقول له يا رب كل هذه النوايا الموجودة في قلوب مؤمنينك، في قلوب خليقتك،
كي تئن لك وتطلب من عندك أن تعطيها النعمة والقوة وتحل أمنك وسلامك. كل هذه النوايا راح نرفعها مع هذه الذبيحة الإلهية، كما وأيضا نصلي على نية بلدنا العراق أن يحل ربنا أمنه وسلامه واستقراره في قلوب الجميع، وينعم هذا البلد العظيم بالأمان والسلام والاستقرار. نصلي على نية كل قواتنا الأمنية المشاركة معنا أنه ربنا يعطيهم الصحة والقوة والنعمة ويبعد عنهم كل المشاكل وكل الضغوطات. الرب يبارك بكم جميعا. على جميع هذه النيات راح نقدم الذبيحة الإلهية. سطوم قالوس قرية لاي سو. أيها الرب الرحيم القدوس، يا من أعطى لنا بابنه الوحيد هذه المائدة الروحية، اقبل تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا جميعا لنتبادل السلام بقلب طار وبمحبة إلهية، ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. شلام الكل خور نثيل شلوم الأحذوذين كلنا شب قريبين نشب قد اشتغليتو عبد مران والوهان أشوالان مريم أمان وبين وثان. شلومو قدي شودي فيهب ذو مريم رحمو نوري شي نركين اقذو ماي مريالوها برخمار فليكن معنا وفيما بيننا يا رب حتى منتهى الدهر يمنك وسلامك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية الأزلية، ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. برخمور نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونتضرع متوسلين إليك أن تنظر إلينا بعين الرحمة وتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، ونرفع إليك الحمد والشكر لابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين.
وبعد الله أبو طيب وثادي حذا يبرا وشوتا فوتا مغنانوتا روح قديشات وعن كل خون العالمين العيل نهوان هوني ومدعي ولبا وثديلان بشان صادي حقا يا الله لا واهب الحياة ولك يجب الحمد وبك يليق الوقار لأنك مبارك مع وحيدك وروحك الحي القدوس وأمامك لماثل جمهور الكاروبيم ذوي الأربعة الوجوه وصفوف الساروفيم ذوي 6 الأجنحة وهم ينشدون ألحانا نقية وتراتيل إلهية ويصرخون هاتفين وقائلين قاديش قاديشات مريم لي رحمة وقاديش حذا برودي لوخ مورانية شو مشيحة وآلوهد على الكل قاديش روح قاديش مع بيت حاية قاديش يثيكو يهوب الطوبوسو ميتو الفرقوناني حدودي لوخ إتباسار من سلطو تخيسو يلطاس آلوه مريم بمدبرانوثي آلو هيتو فراق حران من شبيو هاوت خذ وحلوفين برنوشو مشتحل فولويد الواد حاشو صبيانو يهيتو وابدم حاشي مع بيت حايد ساب اللحمو بيدا وقاديشوتو باريخ وقادش صوي خل ويا بيت الميدا وقادوها ساب أخو يكون وحلو ساقية متقصي ومثيهب شطون وضحكوه والحايد العولم علمين وخانو كوسو من بوثر دحشم مازغ من حمرو مايو باريخ وقادش كاضطعم يا بيت الميدا وكادوهات سابشتو من كل خون هونو قوسو إيتاو ياتي قعدة الدم تحلف يكون وحلف ساقية مثل شد الحوسو يتحوبه
والحايد العلم علمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس فإنما تذكرونني حتى مجيئي. إننا نذكر موتك ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، فاشملنا جميعا بمراحمك. برخمار لهذا إننا إذ نذكر تدبيرك لأجلنا نحن عبيدك الخطاة الضعفاء نسألك متضرعين يا محب البشر أن تشفق وتتعطف على ساجديك وتخلص ميراثك ومن تشرق في آخر الأزمنة، فتجازي بالعدل كل إنسان حسب أعماله. من أجل هذا تتضرع بعدلك بواسطتك إلى أبيك قائلة: ارحمنا أيها الإله ونحن أيضا يا رب إذ نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. لك نسبح، لك نبارك، لك نسجد، ومنك نطلب أيها الرب الإله، أشفق يا صالح وارحمنا. بارك يا سيد مرحبا هذه الساعة وهيبا هذا الوقت يا أحبائي، لأن الروح القدس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأخارستيا الموضوعة ويقدسها، فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا. السلام معنا والأمن لجميعنا. عنين موريو حسطبو رحم علي. أي كانوا دمبغنا نثينا بعيد اللحم هونو بغرو دمشيحو الله ديلان ولم زوغو دبخاس هونو مودي لدم شيحو الله لأن تكون لنا هذه الأسرار المقدسة غفرانا للذنوب وشفاء للنفس والجسد وثباتا للرأي، فلا يبيدن أحد من شعبك المؤمن لكنه إلا إذا ما سلكنا سلوكا روحيا طاهرا أن نرفع إليك الحمد والشكر لابنك الوحيد ورائك القدوس لنا وكل أوان وإلى أبد الآبدين.
مثلهم. آهلهم لسماع تلك الكلمة المحية التي تدعوهم وتدنيهم منك ليكونوا من مدعوي ملكوتك. وامنحن نحن رحيلا هاديا بنعمتك، وامحو آثامنا برحمتك، لأن واحدا فقد ظهر على الأرض بلا خطية هو ابنك الوحيد الذي نرجو نحن أيضا أن ننال به الرحمة والصفح عن خطايانا وخطاياهم. أرح يا رب أنفسهم واغفر نقائصنا ونقائصهم التي ارتكبناها أمامك بإرادة أو بدون إرادة، بمعرفة أو بدون معرفة. ارفع يا رب عنا وعنهم مثقال الخطية، واغفر بحنانك معاصينا، وعفو واصفح عن خطايانا وخطاياهم، لكي يسبح ويمدح ويعظم بنا وعنا ومن أجلنا اسمك الكريم والمبارك، واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس لنا وكل أوان وإلى أبد الآبدين، كما كان في البدء والآن السلام لجميعكم ومع روحك. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لحم شمايون قوسينان بشمودابو آمين. دبرا آمين. ودروح حايا وقديش حايا دلعولا آمين آمين. أيوة لا من
قريون تكاشف قرية ليسون قرية ليسون قرية ليسون بين يديك نستودع حياتنا أيها الرب العطوف ونستمد المراحم أشفق يا صالح وارحمنا مريم رحمونو ومرحفونو هود العلم من كل مزدايا وميت قالس وميت رمرام ومشتابا أشول المسكين موكي عبديك الدخيويت وقادي شويت نصالي ونزعق ونيمار أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيحة. أجل أيها الرب محب البشر لا تدع التجربة تتسلط علينا بل نجنا من الشرير المتمرد ومن طرق المعوجة والملتوية لأن لك الملك ولابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين. شلوم الكل خون وامروح وديلا من ضام سيبوث أدرازي أولين قديسين اضطراب توبغ ضم مريم رحمن وريسين أركين بارخ مريول عمق مهيمنون ودغض مركين شوزيبا من نسيون وسقفون وشولان دبرازي ولن قديش دخيويد وزاهيويد نشتوتاب وابون نتحاسي ونتقادش ناس يخلق شبحة وتوديته هوشا وابخل زبان والعالم والمين شلوم الكل خور تهوي طيب ثور رحمدت لي ثايوتو قادشتو لبريثو إثيويتو ومتوميتو شويا البوسية عم كل خون العلمين قدش القديشة ولد خايوم ثيابين عذاب قديشو عذاب قديشو عذاب حيو قديشو شبه لابو ولكلو والروح قديشو عذاب قد شامت قبل العلم بحنونهم عذاب قد شامت فرقا بحاشي يقير دقنومهم عاد روح حيا قد
عاما ديثو قمورو وامشى مليون ادخل مدم دهوا ودهوي واسم مريم بارك من عالم وهذا من عالم علمين آمين. زغيث ومشابح أبو وبرو روح القدشو هو من عالم والدردوري اللي تشبحته هللويا. من مذبحك المبرر فلينحضر غفران لعبيدك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لبعثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك والقابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب والصفح عن الخطايا وإسفار الوجه أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس على واهبيها وآخذيها وعلى كل من تعب واشترك فيها. فلتكن مراحم الثالوث الأقدس في العالمين إلى أبد الآبدين. اليوم أبشركم بفرح عظيم يوم الشعب قد ولد لكم المخلص وهو يسوع المسيح ابن الله. يا من تجسدت لأجلنا المجد لك. إني أبشركم بفرح عظيم ولد لنا مخلص وهو المسيح. الشعب السالك في ظلمة أبصر نورا عظيما
والأسرى يطلقون والمساكين يبشرون عندما نسقي عطشانك سماء يكون في المياه عندما نكسي عريان ثوب حب يكون في المياه عندما نكفكف الدموع في العيون يكون في المياه عندما نفرش القلوب بالرجاء يكون في الميلاد ليلة الميلاد يوم محل بغضون ليلة الميلاد تزهر الأرض ليلة الميلاد تدخل الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب عندما أقبل رفيقي دون غش يكون في الميلاد عندما تموت في روح الانتقام يكون في الميلاد عندما يرمد في قلبي الجفاء يكون في الميلاد عندما تذوب نفسي في كيان الله يكون في الميلاد ليلة الميلاد يوضح البغض ليلة الميلاد تزهر الأرض ليلة الميلاد تدخل الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب
المجد لك المجد لك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن لنا جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك المبرر الثمين الذي شربنا للدينونة والانتقام، بل للحياة الأبدية وخلاص جميعنا، فارحمنا. برخمور نشكرك أيها الرب الإله ونقر بجميلك ونبتهل إليك متضرعين أن تكون لنا هذه المناولة الإلهية لغفران خطايانا ومحي معاصينا ولحمد اسمك القدوس واسمك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. شلوم الكلخوم أيها الرب إله خلاصنا يا من تجسد لأجلنا وبذبيحة ذاته خلصنا، نجنا من الفساد المهلك واجعلنا هياكلا لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق الحمد والوقار والولاية مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. إخوتي الأحباء، بس للتذكير أنه يوم غد القداديس سوف تكون فقط صباحاً بتمام الساعة 6:30 صباحاً، أما بعد غد فسوف تكون كالعادة في تمام الساعة 6:30 صباحاً والساعة 5 عصراً. أحبائي، أيضاً راح يتقبل راعينا الجليل مار بنديكتوس يونان حنو التهاني يوم غد صباحاً من الساعة 9 وحتى الساعة 12:30 ظهراً في المطرانية في المطرانية. أكيد الدعوة هي عامة للكل، ما هي فقط محصورة للمهنئين من المسؤولين، وإنما هي لكل الرعية. هاليل هاليل
أحبائنا قبل ما ناخذ البركة الختامية أحب أنه أعيد أخوتي الكهنة، أخوتي الشمامسة، أخوتي الرهبان والراهبات، الجوقة، وأحب أن أعيدكم كلكم اللي موجودين مثل ما نقول فردا فردا، وأقول لكم ولد المسيح. لا تخافوا، الله بيناتنا وقوي ويحبنا وتجسد، ترك السماء حتى يعيش بيناتنا، فمعناها حياتنا حلوة، حياتنا يريدها تكون طيبة، يريدها تكون مليئة بالحب والسلام. فلا تخلون نغذل إلهنا ونقول له يا رب هذه الحياة مو حلوة وهذه عيشتنا مو زينة. لا، اليوم الله بيناتنا مثل ما نقول كي يتقاسم معانا كل شيء، فخلونا اليوم نحن نفرح ببعضنا البعض ونفرح بإلهنا. فهسعتا ما يخالف، خلينا ناخذنا دقيقة واحدة كل واحد من عندكم يعيد اللي بصفه ويقول له عيد ميلاد مجيد، ولد المسيح، هللويا. ولد المسيح، هللويا. امضوا بسلام يا إخوتنا وأحباءنا، فنحن نستودعكم نعمة الثالوث الأقدس ورافته مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر، البعيدين والقريبين، الأحياء والأموات، المخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس. فليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم وليصفح عن زلاتكم وليرح نفوس أمواتكم ولربنا العبد الذليل الخاطئ ولتعني صلواتكم. امضوا بسلام وأنتم فرحون ومسرورون، وصلوا لأجلنا. إذا بريخة